مرحبا وأهلا وسهلا بيكم. قبل لا نبدأ حلقتنا نقولكم ما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، جزاكم الله خيرا. حلقتنا ورحلتنا اليوم باش تكون على بوطبيلة. شكون هو وشنية قصته؟ صليوا على النبي وخليونا نبداو. بوطبيلة من تقاليد رمضان في تونس وفي برشا دول عربية زادة. هو شخص يبدأ يدور من حومة لحومة، يضرب في الطبل متاعه باش يقيم الناس للسحور. أما قبل ما يظهر قرع الطبل في السحور كان المؤذن وصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام بلال ابن رباح هو اللي أذن وقت السحور باش يقيم الناس. وأكيد العادة هذه اتواصلت من بعده وظهرت العادة في مصر، وحكاو إنه الوالي متاعها في وسط القرن التاسع ميلادي كان يمشي على ساقيه من مدينة العسكر الجامع عمرو بن العاص في الفوسفات اللي كانت عاصمة مصر وقتها، على خاطر القاهرة ما زالت ما تبناتش. وعلى طول الطريق وهو ينادي ويقيم في الناس للسحور. ومن بعد تولى هالمهمة الجنود اللي ولاو يدوروا ويدقوا على البيبان وقت الفاطميين بأمر من الخليفة. وفي عهد المماليك تقريبا اخذت طبل بقعة المنادات والدقان، ولا يتسمى الشخص اللي يقوم بهالمهمة متاع التطبيل وتفيق الناس المسحراتي. وانتشرت العادة في العالم الإسلامي الكل، ولت عندها خصوصية في كل بلاد. في لبنان مثلا ثم فرقة موسيقية كاملة تدور وتفيق في الناس. في المغرب يسميوه النفار، ما يضربش على الطبل أما عنده آلة نفخية يعزف عليها. أما في تونس ثم اختلاف كبير في الآراء على هالعادة. وقتاش ظهرت؟ ناس تقول في وقت الأغالبة، معناها ظهرت في مصر ومن بعد اخذتها عليها تونس. وناس تقول ظهرت وقت العثمانيين واللي كانوا يستعملوا البوق باش يقيموا الراقدين. ورغم اختلاف الآراء اللي ما حددش وقتاش ظهرت هالعادة عنا في تونس، إلا إنها ولات من أحلى وأجمل العادات ومن تقاليدنا وتراثنا. ولكن للأسف هالعادة بدت تتلاشى في برشا مناطق، ويا خوفي لا تندثر في زمن التكنولوجيا وتقعد كان حديث وذكريات نتحسروا عليهم. واللي عنده معلومات أكثر على بوطبيلة ما يبخلش علينا ويكتب لنا في التعليقات. وإذا وصلت لآخر الفيديو وعجبك ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك. وإلى أن نلتقي نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.